إسلام صادق لخص موضوع وانتقال إمام عاشور للنادي الأهلي في مقالة بعنوان القيم والمبادئ تحت الأقدام. كلما مر الزمان تنكشف الأقنعة التي خدعت الجماهير لسنوات وسنوات، وكلما ظل يبحث عن مجد شخصي لم يعد للمبادئ والقيم التي ظلت شعار النادي الكبير لها أي دور في عهده. فالمهم والأهم أن يصل للهدف الأسمى بالنسبة له والأنصار ومريديه ودراويشه، يلعب بالمبادئ مثلما كان يلعب بالكرة ويبهر الجماهير في الملاعب، يرقص بالقيم والمبادئ مثلما كان يرقص بالكرة، ويراوغ مثلما كان يراوغ منافسيه ويتلاعب بهم كيف يشاء، يفعل كل شيء وأي شيء حتى يصل للأفضل وليكون الأفضل إداريا، ويقنع الجماهير أن النادي العريق لم يأتي برئيس قبله ولن يأتي برئيس بعده. مثلما كان في الملاعب، فلم يأتي لاعب بمهاراته وقدراته ولن يأتي بعده بكلمة منه يستطيع أن يقلب الموازين، وبإشارة واحدة بيديه يحرك المدرجات. لا يقبل أنصار المساس به، يرون أخطاء واحدة تلو الأخرى، ولن يجرؤ أحد على انتقاده ومواجهته والتصدي له، فهو لا يخطئ، ومن يجرؤ على انتقاده يكون هو المخطئ، بل ويجب إقصاء من مجال الرياضة ومن على وجه الأرض إذا أمكن. تصريحاته مع أحد العالمين في وقت سابق أن من يقترب من مبادئ وقيم ناديه يكون عدوا بالنسبة له، وتصريحات مسؤول بارز بناديه أن من بصق على مسؤول في نادي أو سبه وشتمه لا يمكن أن يكون موجودا في النادي الكبير صاحب القيم. وفي الأشهر القليلة الماضية جرى كل مسؤول داخل هذا النادي وراء لاعبا لم يبلغ عمره 25 عاما، يمتلك إمكانيات فنية كبيرة وساهم في حصول ناديه السابق على بطولات وبات لاعبا دوليا مميزا. لكن أهم إنجازات هذا اللاعب التي لن يمحوها التاريخ مهما حاولوا وكذبوا وضللوا الرأي العام عن طريق دراويشهم، فلن يمحوا أن هذا اللاعب كان إنجازه الأكبر هو داس القيم والمبادئ تحت قدميه، عندما سب وشتم أكبر رمز في تاريخ الرياضة وتاريخ نادي القيم والمبادئ. بل وعقد 4 مسؤولين جلسة مع اللاعب في منتجع مراسي بالساحل الشمالي خلال الساعات الماضية للاتفاق على سيناريو الاعتذار في حضور أحد أعضاء من مجلس الإدارة، وقام رئيس النادي بالاتصال به وبمباركة الصفقة في تحدي جديد وسافر لجماهيره التي اعتقدت أو توهمت أن هناك قيمة أو مبادئ لكنهم لا يعرفون شيئا، وبعضهم تمتلكون السذاجة المفرطة من خلالها يعتقدون أن من نشأ عليه هذا النادي الكبير وما رسخه الرمز الأكبر لا يزال مستمرا. فهم يعيشون في زمان انتهى معه قيم ومبادئ كانت حجر الأساس بتصرفات من وضعوه. حتى بعدما رحلوا عن عالمنا لم نسمع يوما أنهم كانوا يخالفون تلك المبادئ في السر قبل العلن، وهو ما جعلهم يسيرون في وجدان كل من تعلقت أذهانه وقلبه وعشقا في النادي والرمز الكبير. لكنهم لا يعلمون أن الزمن غير زمان، والأشخاص غير الأشخاص، والمسؤولين غير المسؤولين، وباتت القيم والمبادئ تحت الأقدام.